في مسلسل جعفر العمدة، سيد بيتفاجئ ان زوجته وداد خلعان من 7 شهور وبتتجوز عليه. يا ترى الكلام ده ممكن يحصل فعلا في ارض الواقع ولا لا؟ وايه التفسير القانوني له؟ وايه كمان الحل؟ اولا، الموضوع ده ممكن يحصل في ارض الواقع ولا لا؟ الموضوع ده فعلا حصل في ارض الواقع في احد محافظات مصر، ان في سيده كانت عايشه هي وزوجها في نفس البيت. رفعت عليه دعوى الخلع وخلعته وهو ما يعرفش، بل وصل بيها الجبروت كمان انها اتجوزت عرفي. فبقى زوجها يا عيني المخلوع ده ينزل الصبح الشغل وهو عارف ان دي مراته عادي مفيش مشكله، وجوزها المتجوزاه عرفي يجي لها، ده ينزل وده يجي لها، ده ينزل وده يجي لها، لحد ما في يوم قفشها ووداها هي وشريكها النيابه بتهمه الزنا. النيابه فحصت هنا البلاغ، لقت ان المبلغ اساسا ملوش صفه، لان هو مش زوج، المبلغ هنا هو طليقها او زوجها المخلوع، فهو طليقها، وكمان شريكها هو زوجها، فما ينفعش ان هو يكون في جريمه زنا ما بين الراجل وزوجته. فهنا النيابه برأتها واستبعدت اتهام الزنا عنها هي وشريكها. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل لما الزوجه بترفع على الزوج دعوى الخلع، والاعلان هنا بيكون زي ما بنقول امريكاني، يعني بيتم في عنوان وهمي، او بيكون بالاتفاق مع المحضر ان الاعلان يتم على الورق بس، ما يتمش فعلا عمليا او في ارض الواقع، يتم على الورق بس. وده يعتبر تزوير. وكمان الحكم اللي بيصدر هنا هيكون باطل، وده طبقا لنص الفقرة 3 من المادة 68 من قانون المرافعات، اللي بتقول ان الخصومة بتنعقد بالاعلان وليس باقامة الدعوة. طيب هنا بيصدر حكم الخلع، وبيكون هنا حكم نهائي مفهوش استئناف. طيب صدر حكم الخلع هنا، والزوج اتفاجئ ان عليه حكم خلع وهو ما يعرفش ومفيش استئناف. ايه الحل القانوني؟ الحل القانوني هو اقامة دعوة جديدة بعدم الاعتداد وبطلان الحكم الصادر ضده بالخلع، لانه صدر بناء على اعلان مزور، ولان هو الخصومه لم تنعقد ولم يمثل في الدعوه. وده كان قانون في السماء. سلام.